أمير ديزاد قضية اختطاف، احتجاز ومشروع اغتيال معارض جزائري من طرف النظام الجزائري في الأراضي الفرنسية هي القضية التي تهز ولا زالت ستهز فرنسا في الأشهر القادمة، وسيكون لها تداعيات كبرى على الساحة السياسية في فرنسا، على العلاقات الجزائرية الفرنسية وعلى النظام الجزائري الذي يأتي هذا في سياق اتهامات بالإرهاب من طرف مالي للنظام الجزائري، تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. هذه المطالب الآن الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى نائب أمريكي يطالب بذلك. والآن هذا الملف الخطير جدا. قبل ركز الأخير، لكن قبل ما نطرقوا إلى تداعيات القضية ربما العودة إلى أصلها. 29 أبريل 2024 يتم اختطاف أمير بوخورس المعروف باسم أمير ديزاد، اللي هو ناشط منذ سنوات الآن ومعارض ويعارض النظام الجزائري. اختطاف تم احتجازه، ولحسن الحظ أنه في خلاف حدث بين من أمر بالتنفيذ وبين المنفذين أنه تم إطلاق سراحه بعد تخديره وبعد بقائه لأيام وهو محتجز من طرف عصابة إجرامية. لكن الآن ما كشفته بداية، لأنه لم تكشف كل التفاصيل، ما تم كشفه اليوم أنه تم الآن وضع في الحبس المؤقت 3 أشخاص من بينهم عنصر في قنصلية جزائرية وفي منصب حساس جدا اللي هو المسؤول على التحقيق في قضايا التأشيرات. بالأكثر من ذلك أنه من أعطى الأوامر هو نائب قنصل في كريتاي في فرنسا، لهذا نائب القنصل راه هرب للجزائر. أكثر من هذا الآن هو المسؤولية عن النظام الجزائري كنظام، لأنه أكيد أنه هناك من أعطى الأوامر في سابقة خطيرة جدا أنك تحاول تنفذ عملية مثل هذه فوق الأراضي الفرنسية. ولهذا في فرنسا قطب مكافحة الإرهاب هو الآن من تكفل بهذه القضية.